من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عزمته وكل من عزمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسم هذا المكتوب مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بقدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير السول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريب وأن يسميه تعالى مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب قط وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي المحسن الزني بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكلني آمين أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين أحد صل ولتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف صل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء لطيف صل أبدا مع السلام على سراجك الذي جل الظلام اكتب له في آله والسحب خير سلامين وودح لهبي هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من محى ملامي وجهني أفضل الورى محمد منك بشارات كريم السمد ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي لأحمد المختار أوسد المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أضال الحيرا هات رسول الله هات رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن تسليم باق وسلام قلدت على الذي شكل النساء ما ولدت هب لرسول الله يا
هذا القدر مراده بلا أذى أو كدر يا ربي يا جميل يا باقي هبيم للمصطفى المنى بغير رهب يا ربي يا جميل يا باقي هبيم للمصطفى المنى بغير رهب صلي صلاة شيعت ببشر مسلما على فخار البشر للمنتخى أوصل صلاة بالسلام كماله أوحيت أفضل الكلام لوجهك الكريم قلد الصلاة مع سلام للذي تنمو علاه والسن مختارك ما لا ينحسر من المنى يا ناصرا لمنتصر نافع أوس للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سمدا يا سمدي لوت بصلاة وتسليما يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل وتسلم كل عام على الذي كتابه خير دعام إلى نبي الله نور الدهر صل وسلم أن كل شهر للمنتقى أوصل بغير اللوم بشارة تخلد كل يوم نوّر بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم ليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا حج ويا خيوم كل يحميا آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب هاتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجزه عنا ما هو أهله اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من أحب الحامدين لك إليك وهب لي أنا أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتكفني بجاهه الرذائل قبل انتحاء قد لي الفضائل وبشرا بجملة الأخيار ونجني من ضرر الأغيار واجعل بقية مكوسي خيرا والتقني قبل انتحاء ضيرا يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم كل بركة وخير كسر كل واجعل عقائدي منورات واجعل به كل ذا خيرات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأعذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي وبارك لي في كل يدي وفي كل ما اخترته لي بركة تزودني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهه إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اخترت لي حبه وسعادة الدارين مع كفاية هميهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب واحمني عن وقدي يا الله يا مانع صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآل وصحبه به في الحال والمآل وامنع بجاهه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي يا الله يا كافي أتم خير سلام مع سلام للذي تنولا سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر يا الله يا أحد صل بسلام على الذي لك به من انقلام سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم يا الله يا معبود صل أبدا على الذي لك دعا وعبدا سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي عمره قد حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونقر لي به جناني يا الله يا خير محب ومحب يا من جعلت المنتقى لك أحب صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين طراب واجعل به عمري رضا وبرا يا الله يا من قاد لي حبك مع حب حبيبك الذي الخير جمع صل وسلم ولتبارك كل حين على نبيك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي فوضا به يغبطني من قبلي فيك وفيك إنك الوهاب يا من به لم ينحني الإرهاب يا الله يا فتاح صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن هاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي
سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم الحشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير السلم ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتخرنا بما يسح عن سقيم واتقنا الضلال والإضلال وخذ لنا مع الرضا الحلال يا الله يا بارئ صل بالسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع سحاب الحمد وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن بالاستقامة وهب لي الهدى وقلد للفلاح والتقني الريب واجزل للصلاح يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقال غيره إلى العباد وليهب بجاهه إفادة زين بكونك الجميل الظاهر وباطني يا مزهر المظاهر يا الله يا رؤوف صل بسلام على الذي أعطيته فيك الخلام سيدنا محمد من لم يرى فيما مضى نزيره ولن يرى وآله وصحبه وسلم وخذ له بشارة في قلمي يا الله يا جميل صل سرمدا مع سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بزيد خير ورباح وبجمال وبقاء بمباح واشكر حروفي بقدر الذات في مدح من قرب باللذات يا فاضلا بدله الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق محوت عني ما به النفاق عني النهام وجاءني النفاق رددت لي ما زانه النفاق بمن به سنارة الآفاق جاء الرداء والفوز والإعتاق بك سما بك طلب التاخ بك احتوينا ما له نشاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل وتسلم سرمدا على النبي العربي أحمدا وآله وصحبه وأذهب لغير نحوي كل الضر يذهب يا الله صل وتسلم في أبد على الذي إليك قاد من عبد سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وعلمني به واتقه والتقني كل أذى ونبه ولي وجه الرداء والظبا إلى سواي كل سوء ظبا يا الله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علم وليقر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك
واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلى رجاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس وعليك وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسلك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد ولك الشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي فيهما البشارات الصافيات واكفني أقدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك قديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيرك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم يا الله يا أحد صل سرمدا وسلما عن النبي أحمدا سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب أهل القرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد والآل سيدنا محمد وسلم والآل والسحب بكل مسلم يا الله يا نافع صل بالسلام على نبيك المصطفى زحزح الزلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به هذا النظام خيرا نظم وزحزح لسوانا ضيرا يا الله يا أحد صل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومن تخي سدد وقلبي علمي يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلمي يا الله يا لطيف صل في أبد على الذي لك يقود من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه بالتسليم يا مآلي يا باغيا أغنيتني عن هاتي بك وسنت عن أزندهاتي صل بتسليم نما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل وصل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب هداية يغبطني فيها كثير ماكسا في وطني واجعل ممري ظاهرا وباطنا طيبا عبدا شكورا قاطنا وصل يا ودود ولتسلم على النبي الهاشمي العلني سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا ملك وتسلم على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاح وصل يا لطيف أفضل صلاة وسلما على الذي بدر علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملكا النفس واطرد اللعين قبل انتحالي لغيري يا معين واجعل هوايا تابعا لما تحب وليهب في الخلق ما منك أحب بلا ضرار وبلا عداوة واتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل ضر جنبي وصل يا أحد سرمدا على سيدنا محمد باب الغلا
وآله وصحبه وسلم وكل يعصم من أذى وألم يا واهبا هاتف الكتاب صل على ما حمح العتاب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي اعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجر وصداد وعلمني اليوم ما لم أعلم واشكر لوجهك الكريم كلمي واجعل قلامي ومدادي قاصدة إلى رداك خير زرع حاسد والطهر الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن ولتعصمني يا ولتمحو ما يسوءني في نفسي بكن كما قبل فكرت عبسي ولتغني ظاهري وباطني معا عن العيوب والمنى ليجمعا وصل يا كريم ولتسلم على الذي استخذه لظلما وصل يا كريم ولتسلم على الذي استخذه لسلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة في رداك والزهد فيما لم يكن أرضاك وصل يا تواب ولتسلمي على الذي له صرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمد والآل والصحب وعمري أحمدا واكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاء بالرب والفلاح وصل يا هادي صلاة لا تريم وسلم من خير سلام لا يريم على النبي والرسول الفائق محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عزمة وبرداك اشغلني وليهب حلاوة العادات وعندك اجعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا صل وسلم رب عني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من صحبه وليستقر بكل عسير واهدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واعصمني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في الحال والمآل آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة محو العليم القدير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واعصمني من طلب شيء لم ترضى لطلبه وامحو كل ما صدر من ذلك وحصل وأصلح بحق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا علم يا باخي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين يا الله يا صمد صل سرمدا على النبي العربي أحمدا وآله وصحبه والتقطع فعلي ما لم ترد لي ينقطع بك بغير آفة وكدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصل يا لطيف سرمدا على من كلما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو به جملة ما مني صدر غير ردان وليقض بشر القدر وسلم يا لطيف ولتسلم على الذي به جلوت الظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني عن كل ما لم تخترق
لي ونبهني عليه والسر وسلم يا ودود ولتسلم على الذي له صرفت قلمي بك سنين عابدا لك به وقلت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهه العظيم عمري وبرداك رب كل عمري وصل يا ولتسلمي على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكن لي بالحسان والضرر وصل يا عليم ولتسلم على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح بكن يا من تكون من لم تكن وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب لطا وسترا يجملان به وفوضا وأمانا يكملان وصل يا أحد ولتسلما على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني قبل انتهاء المرض وليكن به لدى كل غرض وسلم يا نافع ولتسلما على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومني يقبل به ولترفعا سعي إليك بالرضا يرتفعا واجعل جميع السيئات حسنات واجعل به عقائدي مستحسنات وصل يا باخي صلاة بسلام على الذي انقاد له مني القلام بك لحب ذاتك الكريم وذاته يا مقلدا تكريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي الأحسن في كل لياد واجعل حياتي به خير أياد وهب لي القرطاس والمداد وهب لي الأقلام والوداد وسلم يا ميسر العسير مع سلامك بلا تعسير على النبي المنتقى المفضل والآل وصحبه وكل فضل يا منزلا صل وسلم ولتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا عز المزايا الجاري على الذي ليس له مجاري خير البرايا عز المزايا جاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم صلاح ظاهري وباطني خير خديم طاهر وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من القيور يا سميع بلا تكلف ولا عناء يا خير من نودي بالثناء أنت الشكور إنك العليم وإنك الباقي لك التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفوا أحد صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجه سرمدا لي ظلما وليهب منك بقاء صافيا وجعل كلامي نافعا وشافيا وليهب تلاوة وكلما اخترته معها أمينا سلما وتكفني إلى الجنان كلما لم ترده لي وبينفع علما يا من ييسر العسير سلم وسلما على النبي المسلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو توجه العيوب نحوي يا خير مذهب الأذى بالمحي ولتغنني بك وبالمشفع إلى الجنان ومقام يرفعي
ولا تزل عني الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب وليقلد الأمان والفلاح والحب والصفاء ربي والصلاح واكتب لي اليوم بغير سلبي أبقى بقائي مغني عن طلبي واجعل بقائي رضاك ورضا خير الوراء واجعل به عمري رضا وصل يا أكرم ولتسلما على الذي بعثه معلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وصل يا أحد ولتسلما على الذي يعين من تعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كل يتيم وحدة مسلمة محسنة ومرشدة وسلم يا من يسر العيوب بكرم وتعلم الغيوب على الذي فاق البرايا ترى مع السلام الذي ينمي البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن عيوبه كلها ولتكفني غير رداك معنيا عن اشفني وسلم يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب مع سلامك بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به سؤالي وليهب بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم ولتكفني طلب ما لم ترد لي طلبه بحرمة المفضل واجعل فيه الحروف فوق كل ما رسمه مولف قد سلما وصل يا هادي صلاة بالسلام على الذي واجهته مع الخلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم هداية الكرام وقل رداك لي في كل مرام وصل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واتقني الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف وصل يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف لغيري كل ضر لي نحى قبل الوصول لي وخذ لي المنحى وصل بتسليم يا لطيف على الذي تدنو له القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب فيك وفيه ما به يغبطني كل سعيد نادي وصل يا لطيف ولتسلم على الذي انحرداه قلمي سيدنا محمد بالانتهاء وخذ له في حزبه ما يشتهى وصل بالتسليم يا من زبا إلى سواي ما أسافا زبا على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والحمد واشهد لي الدهر بأني راضي عنك وعنه اشكب به أغراضي خذ لي مواهب الكرام في الغرض بلا أذى ولا عدا ولا مرض واجعل بوجهك الكريم كل يوم لديك مرضيا وكسر كليا وهب لي القرآن والمباحة وكل ما اخترته رباحا وهب لي العادات للجنات وفي الجنان والتزد مناتي وسل بالتسليم يا من لي يسون كليتي مستغنيا عن الحسون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكسا بصيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني في أبد عن القدر وليوجهم بشارات القدر وصل يا نافع ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وخذ لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من به
آمنت ذا إسلام صل على النبي مع السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرضا مع الكتاب يا واهبا وهب لي كتابا واكتب صلاة والسلام يا أحد للمنتقى ومن به لك التحد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحاني واقتل لي العصمة من معاصي وبالمطيع أغنني عن عاسي وهب لي الرسوق والتلاوة وتكفني موانع الحلاوة واجعل مناجاتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأحد صل وسلم وتبارك سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا وآله وصحبه وهب لي بشرا به يخبتني من قبلي فيك وفيهم شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وهب لي النفع وأولني الذكر وهب لي الرفع وصل يا ملك وتسلم على المقدم الشفيع العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر وعلم أبخ أكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي أخمدا بلا عدا ولا جو ولا در ولا تزلزل وقلد للدر وصل يا نافع ولتسلما على النبي من هدى وعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مكاتبي منافع له يا من على ذوي العلا جعله بحرمة القرآن مني يقبل ما قد نويته وصل لي قبلي وصل يا ودود ولتسلمي على الذي ينحو إليه قلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي النفع وهب لي الهدى وليكن بما يسر جدا وصل يا أحد ولتسلم على الذي محى الأذى والظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا صمد عني سرمدا وسلما على النبي أحمدا وآله وصحبه ولتخرجي ما لم تحب لي لغيري يخرج وصل يا لطيف عني أبدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وحسني من الأعضاء وبالمنى أكرمني وصل عني يا لطيف بالسلام على الذي تسره من القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب لطفين في الدارين والتقن العارين والنارين وصل يا ودود عني بالسلام على النبي المجتبى الكافي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكب قدي فوق كل حين وعندك اجعلني حبيب الصالحين وصل يا أحد عني أبدا وسلما على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصل يا عليم عني في أبد وسلما على مضحضه الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقض عن مأضع السلاح واكتب بلا إذالة فراحي وامتحاء شقاوة للنحو وجه مكاره معا بالمحو وصل يا لطيف عني بالسلام على الذي به وهبتني الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بغير السلب في
في أبد سؤلي وفوق مطلبي وصل عني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المصير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم بشكري يبقى يا باقيا تعطي المنى والسبقاء وصل يا هادي بلا انتهاء عني وصل من على البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واهد الصراط المستقيم كلي واجعل كثيرا ليس يفنى قلي وصل يا ودود عن جنابي على الذي مدحت بالإطناب وصل يا ودود عن جنابي على الذي مدحت بالإطناب سيدنا محمد وسلمي وتهدني وودني وعلمي وصلي يا سلام عني بالسلام على الذي له صلاتي والسلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتمحو عني كل ما كتبت ولم يكن رداك منه تبت وصل يا لطيف يا غفور على الذي الآن بك النفور سيدنا محمد وسلم وبتواليه أفتي العلماء وآله وصحبه والاشرحا صدري بك يا مالك ينشرحا وصل يا لطيف وتسلمي على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم من تدوم يا من له التفضيل والتقديم واتقوا آفات التغرب معا اليوم والذي رديت الإجماع واشهد بتوبتي من آفات جميعها ومن أذى التفات وتمحو يا قبير كل من جلا وكل ما ستر منها مسجلا وصل يا ملك ولتسلم على الذي محل أذى كالألم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وكل يعص من أذى التمليك وضرر الشيطان والملوك والضر ما خلقته أو تخلقه يا خير من يعصمني ويطلق وصل يا ودود وتسلمي على النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليحقق الرجاء الدهران ولاشكر سر به والجهران وصل يا أكرم وتسلمي على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدي التفسير والتلاوة وقبل التجويد والحلاوة واجعل كتابتي به معسلة وامحو مكاره به منغسلا واجعل كتابتي به معسلا وامحو مكاره به منغسلا ومن قلوب من أساء الظن به أخرج الذي كرهت منا وصل يا تواب أكمل سلام وسلما على الذي أبدي علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسعت لي توسعة يخبطني فيها سواي لي أن ارتعتني وصل يا سلام بالتسليم على النبي ذي العلا المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب سلامة وعافية واجعل حياتي حياة صافية وصل يا لطيف بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والفظ بي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن وصل يا ميسر السعاد وسلما على مزيل العاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو أبدا ولا عتاب
ولسواي وجه المكارها يا قدرا ليس يكون كارها وليغم ما اخترت لي من العلوم بغير جول إنك المغني العليم وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات واجعل بجاه المصطفى عاداتي تكرما كعمل السادات واجعل بحق وجهك الكريم يا معطي المنات والتكريم به الحروف كجميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات آمين يا ربي وعظم عمري وفيك بالمختار كلي عمري وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجاهه تجيب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علم وهب لي الإلهام والبراعة وعسل اللسان واليراع واجعل كتابتي إلى النبي أحب من قتل غيري وإليك يا محب واجعل كتابتي إلى النبي أحب من قتل غيري وإليك يا محب وبكلام صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لوم وبتأليف أن القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصل يا أكرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلى سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وليرفع كلمي وارفع حروفي بشكر وقبول وعجيز الشيطان مني والقبيل وصلي وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وهب لي ما فيه يرغب الكلام قبلي وآله وصحبه وهب لي ما فيه يرغب الكلام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.